إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت، ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت. ولعمري عن قليل كل من فيها يموت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. إنما الدنيا فناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله وبياكم، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا ويرحمكم. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وجاء الثناء على أهل العلم وعلى ما لهم من فضل ومنزلة ومكانة عالية، وأنهم أهل الفضل وأهل الخير. ولذلك كان الناس يعرفون لأهل العلم قدرهم ومنزلتهم. ومعلوم أن في موت أهل العلم ثلمة عظيمة يثلم بها الإسلام، وخطر كبير يتوجس منه ويخاف. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك كانت منزلة أهل العلم منزلة عظيمة، وفضلهم ومكانتهم مكانة عالية يعرفها القاصي والداني. قال ابن مسعود: عليك بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. قال الحسن البصري: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقيل لسعيد بن جبير: ما علامات الساعة وهلاك الناس؟ قال سعيد: ذهاب علماؤهم. ولذلك كان كثير ممن يرى فيه العلم والنجابة يتمنى له الحياة الطويلة التي ينعم فيها طلابه ومن ينتفعون بما ينقله لهم من علم. ولذلك كان بعضهم يتمنى، كما جاء عن يحيى بن جعفر قال: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل، يقصد البخاري، من عمري لفعلت. لماذا؟ لأن محمد بن إسماعيل كان إماما عاملا ينقل السنة ويعمل بها وينقل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أننا قد فجعنا بموت إمام من أئمة أهل الدين وعالم من علمائها، ألا وهو الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشيخ كان معروفا بنشر العلم وببيانه وبنصرته للسنة وأهلها وبالدفاع عن هذا الدين. وكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة صاحب علم غزير ومعرفة وفقه كبير. وكان رحمه الله تعالى لا يدخر وقتا لنفسه، بل كل وقته لنشر هذا العلم وبيان دين الله سبحانه وتعالى للناس. فطلابه كثر، وتلاميذه الذين أصبحوا علماء ومشايخ كثيرون في أقطاب الأرض، وقد نهلوا من علمه واستفادوا مما علمهم إياه. فهكذا هم العلماء، كالشمعة تضيء لمن حولها الطريق. وهم أتباع الصحابة، وهم أتباع
الإمام محمد بن عبد الله إمامهم وأستاذهم وقدوتهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا عبد الله بن جبريل ومن سبقه من علمائنا الأفاضل الكرام، أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يعلي مكانتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا نحن وإياهم في جناته ومع أصحاب نبيه ومع إمامهم وأستاذهم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى ذلك، نسأله أن يحشرنا معهم ومع قدوتهم وأستاذهم ومعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم وأحسن الله إلينا وإليكم، وفقد العلماء ثلمة يصاب بها المسلمون ويصاب بها الإسلام. رحم الله الشيخ عبد الله بن جبريل رحمة واسعة. مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصاف، فلشد ما كان التأثر والأسى يغري العيون بهاطل وكافي. حملوك أعناقا لأنك منهم كالرأس من جسد ولا تخلافي. يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد، يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد بسابغ الألطاف. ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصاف، ولشد ما كان التأثر والأسى يفري العيون مهطل والكافي. ما مر يوم مثل يومك فاجعا أحزانه فاقت رؤى الوصاف، شفي للقبر فضلك ودعوا لجوار ربك في النعيم الصافي. يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد بسابغ الألطاف، ولشد ما كان التأثر والأسى يفري العيون مهطل والكافي. يا رحمة الله الكريم تغمدي روح الفقيد بسابغ الألطاف، ولشد ما كان التأثر والأسى يفري العيون مهطل والكافي.